حاليا في مسابقة بين صناع المحتوى. تمام، وانا صدفت اني بنفس الفئة ضد غيث مروان، وكل واحد فينا لازم يجمع اصوات. المشكلة انه غيث صاحبي، وبصراحة بحبه وبتمنى له كل خير والله يوفقه. والله لو يفوز علي لأنبسط له كأني انا فزت، اقسم بالله. بس في اشي ضايقني، بيننا انا وغيث في كثير اصدقاء مشتركين، لانه انا كثير بروح على دبي وغيث عايش في دبي، ففي كثير ناس اصحابنا احنا التنين. وهذول الناس منهم ناس كثير صاروا قراب علي، في منهم ناس دخلوا بيتي، في منهم ناس اجوا على عرسي، فرحوا لي، ناس صاروا اصحابي كثير. بس وين المشكلة؟ عم بشوف انهم عم بينزلوا تصويت صوته لغيث، صوته لغيث. وعادي، ما عندي مانع انك تدعم، انت شايف انه غيث بيستاهل اكثر، عادي تدعم غيث. بس يا اخي ما حتى حكوا كلمة انه يا اخي الزبالة هذا اللي موجود معاه ضده في التصويت، احكي كلمة بس عشان يعني ما تطلع بصورة سيئة. يعني هيك مسكوني عملوا لي ديليت الغاء، و... وما حتى بعثوا لي مسج مثلا اسمع والله ابو الرب يا اخي بتعرف حقك علي، بس انا حضطر ادعم غيث ولا شيء. يعني قلة احترام، قلة تقدير، والله مش عارف ايش. الموضوع ممكن يبين بسيط، بس اقسم بالله كمية الزعل اللي كانت فيه والحزن وهيك كسر قلبي يا اخي. ما حسيت حالي تافه يا اخي، ليه هيك موضوع هالقد بسيط هالقد يضايقني؟ مش عارف، كثير ضايقت وانخنقت، لانهم ناس جد بفكرهم، يعني بفكرهم بيعتبروني صاحبهم او انه اشي كويس. بيجوا على الاردن بطلع معهم، بلفلف معهم بسيارتي، بوصلهم، بروح بجيبهم، باجي على الامارات بشوفوني، بنروح بنصور مع بعض، بنعمل بنسوي. بعدين هيك ولا شيء قلت بالنسبه لهم، يعني حرفيا قعدت فهم موضوع تصويت. يعني لو تخيلوا في مشكله حقيقيه والله في المزبله انا.